والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحمام. أقسم وصدق، والله لو أن قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. ما أكثر الساعات التي تمر بنا ونحن نحرم منها، لا نستفيد منها، تذهب سبهلنا. والعمر والزمن أغلى من الثمن، أغلى من الذهب وأغلى من الفضة. الذهب والفضة لو ذهبت يمكن يأتي بدلها شيء، لكن العمر والزمن لا يأتي بدله شيء. إذا ذهب ذهب ما فيه رد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما في رجوع. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أنت الآن في مهلة، اغتنم الوقت، اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل، اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح. قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر، ناجي ربك، ادعو، فإنه تعالى ينزل السماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر بنصف ساعة؟ أمر بسيط جدا. نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته. لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل، لكن أفلا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها، نتوضأ، نصلي ما شاء الله، نوتر. هذا أمر أظنه بسيطا جدا. كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرا لله، فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرا لله، لأن في كل شيء أمامنا آية من آيات الله، آية من آيات الله. فإذا ذكرنا هذا الشيء الذي أمامنا من آيات الله ذكرنا بذلك الله عز وجل، ذكرنا الله، فيكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل بما يشاهد من آيات الله الكونية، بل بما يشاهد من نفسه وتقلباتها. القلب الآن أنا أسألكم، هل قلوبكم على وتيرة واحدة دائما؟ لا، في غفلة أحيانا، في إنابة أحيانا، في تذكر أحيانا، في حياة بينة أحيانا يحيا قلبك حياة تتمتع بها مدة من الزمن تتذكرها. ربما تتذكر حالة وقفت فيها بين يدي الله عز وجل مصليا ساجدا ولا قبل 30 سنة أو أكثر حسب عمر الإنسان، لأنها أثرت في قلبه. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها وأن لا نغفل، فالغفلة موت، قسوة للقلب وموت